اللي يقولي ابتعد ادري هذا قراركم بالشقاقي ترى مل من افلامكم هي هذه الصداقة هي هذه الاخوة لكن روح من بعد ما كنت الجرح يدوى انتو اكثر ناس اللي تبرتهم اخوتي انصدمت انصرفت قلبي وطلعت مصلحتي ليش كل هذا علم ويفنس مرات ليش نسيت الماضي بلحظة بدون اسباب فكر في اللي سويته تعرف راح تطلع غلطان بس اسمح لعبك هذه ما راح توصلك لمكان 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 اقولها فات الاوان فات الاوان وهذا شان تغييرك صدقتي يمك ولا شي ما دام لسه حدي من تفكيرك من تفكيرك ريدك فكر بهالدقايق وقول لي شنو تعبيرك اخوة بعد وقوف صدقة بعد موضوعات هذه دنيا ومروا عليها السلام يا شقاقي البس ترى مصلحتهم فوق الكل اصلا باعتك لو تسد وتتعب الكلام اخوة بعد وقوف صدقة بعد موضوعات هذه دنيا ومروا عليها السلام يا شقاقي البس ترى مصلحتهم فوق الكل اصلا باعتك لو تسد وتتعب الكلام ماكو قوة بهذا الزمن الدنيا كلها مصالح صدقني راح تسعد اذا كنت يقودك جارح تعلم وتنصح وتالي كله بح لو كسر بيهم كان الكل قال لك انت صح كنا قبل ايد بايد كانت لمتنا حلوه هسه اخي بيع اخوه وانطاحظ هيك اخوه يصعد واحد لا علم لا فهم لا هندسه حمار ابن حمار وكل كلامه مره بهالوسه لا تحزن يا شقاقي ترى نبقى احنا الاصل من بعدنا الرابع العراقي صدقني راح يعزل ارجع اصل بالموضوع واقول لكم كافي بس احنا كلنا خوان ايش وقت واحدكم راح يحس وقت اللي تغنون ويا اعدائنا وترفعون لهم قبل تتوسلون حتى احنا نوقفوا بوجههم على العموم احب اقول لكم انتم وياهم لو مستوى شقاقي ونايزي يوم احنا قوة قوة بعد موقوف صدقة بعد موضوعات هذه دنيا ومروا عليها السلام يا شقاقي البس ترى مصلحتهم فوق الكل اصلا باعتك لو نسد وتتعب بالكلام اخوة بعد موقوف صدقة بعد موضوعات هذه دنيا ومروا عليها السلام يا شقاقي البس ترى مصلحتهم فوق الكل اصلا باعتك لو نفسك وتتعب بالكلام اخوة بعد موقوف صدقة بعد موضوعات هذه دنيا ومروا عليها السلام يا شقاقي البس ترى مصلحتهم فوق الكل اصلا باعتك لو نفسك وتتعب بالكلام اخوة بعد موقوف صدقة بعد موضوعات هذه دنيا ومروا عليها السلام يا شقاقي البس ترى مصلحتهم فوق الكل اصلا باعتك لو نفسك وتتعب بالكلام